نجموا نتعرفوا عليك؟ منذر مدوين. مرحبا بك. شنية أسباب عزوف الشباب على الزواج توا؟ معروفة غلاء الأسعار، الدنيا غالية، فمش حتى واحد توا قابل باش ينجم يعرس، فمش حتى سبب آخر. أنت متزوج مسيو؟ أكيد. باش تنصحهم أنت الشباب؟ الصراحة ما ننصحش حتى واحد باش يعرس على الوضع هذا، ما ننصحش حتى واحد، خاطر الوضع صعيب. يعني باش يعرس اليوم وغدو يصبح في المحكمة، وذاك الواقع الموجود. منظومة الزواج بصفة عامة ما فيهش حتى إصلاحات. أنا ما نشوفش فما حتى إصلاحات، لأن الوضع ديما كيك ما يتغيرش معناتها. لكن هذيك الوضع اللي تعيشوا البلاد مربوطة بالبلاد، الأحياء ديما ماشية كل يوم تمشي تغلى، هو خاطر أغلبية اللي قاعد يخمم في العرس وباش يكمل نص دينه كما تحكي أنت، مش ديري على الوضعية الصحيحة نتاع العرس. بعد يتفاجأ شهر عام ونص تلقى في المحكمة. ترى هو المهم متخلفاتها بصفة عامة. هل تؤمن في وقتنا الحالي بوجود الصداقة؟ أكيد، مش برشا ما أكيد. فهم نزال الصديق الحقيقي والصادق موجود؟ فما مش بنسبة كبيرة، ما فهم. أنا عندي متأكد معناتها من هذا. لأنه صواب عيدك مش كيف كيف. هذا مش باهي يبدل، ما ماكش مرتاح معاه بدل، ينجم يكون زاد. هي الصحبة ما تقيسش بالمقياس هذاك، معناتها أنت والمواقف اللي توقع فيها، وفما زاد يعني الصحبة مش مبنية على المصالح، يعني الصحبة بالحاجة عادية معناتها. ساعات تلقى واحد مصاحبك على مصلحته، لكن الصحيح أنه ما فماش مصلحة في الصحبة الصحيحة، ما فيهاش مصلحة. كان يقولوا لك باش تاخذ روتريت على بكري، شنو تنجم تعمل؟ انت والروتريت اللي باش تاخذه. اما في اللفا ماكش باش تنجم تعمل حتى شيء في تونس، باش تحاول انك باش تعوض بخدمه اخرى وبرا باش تكمل تعيش. اما ما عندكش باش تعمل، باش تحاول تكمل تعيش وبرا. تونس 2% يرتاحوا، البقيه ما يرتاحوش، فماش شكون يرتاح في تونس. حتى بعد الروتريت اللي باش يكمل خدمه منه باش يشوف خدمه اخرى يعوض بها باش ينجم يعيش ولا يعيش اللي معاه. أما باش يرتاح مستحيل. فرحة في حياتك ما تنجمش تنساها؟ فرحة في حياتي ممكن وقت جاتني البنية متاعي لول، أكثر حاجة عايشك مرسالك.